بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. النهارده ان شاء الله نشرح جزء داتابيز انتيتيز، وفي اسئله على بتيجي انترفيو هنقول عليها الخاصه بالداتابيز ديت، يعني اللي هيجي في البي دي اف هنشرحه ونزود، ممكن نزود شويه عليه يعني. احنا قلنا قبل كده الانتيتي دي اللي هي البريزست داتا اللي بتتخزن فيها مجموعه البيانات وبيتم عليها الشغل. يعني انت عايز تزود، عايز تعدل، عايز تمسح، عايز وهكذا، عايز تجيب بيانات من الداتابيز. كل ده موجود في الانتيتي. تقدر، هو بيساعدك ان انت تقدر ايه، موجود على اوت سيستمز، وتقدر ان انت تستخدمها زي ما انت عايز. طيب، بيقول لك انت هنتكلم على الانتيتي اتريبيوتس والبيزك داتا تايب اللي موجود في الاوت سيستمز والانتيتي اكشنز. طيب تمام. بيقول لك ايه السؤال ده اعتقد كان بيجي في الاسوسييت ويب اكتيف سيرتيفيكت. الentity هو element allow use persisted and access information that is needed in our application. بص، الابلكيشنز بتاعتنا بتروح وتيجي عليها على طول على الداتابيز، بيروح ويجي على الداتابيز. ده معناه ايه؟ ان في شغل موجود طوالي على الداتابيز، يا اما هيجيب بيانات منه، يا اما هبعت ايميل لمحمد واحمد وعلي، ومحمد هيوصل له الميل، واحمد هيوصل له الميل، وعلي هيوصل له الميل، والميل ده غير ده غير ده غير ده، الكونتنت مختلف. فده كله بيجي منين؟ من الداتابيز، من البيانات. فهي بريزيست اند اكسس انفورميشن. اقدر ادخل على الانفورميشن دي. انت قدمت مثلا زي الناس اللي بتقدم في حربيه مثلا، فبيبعت لها رقم، بيبعت له على رقم التليفون ويقول له انت الميعاد الكشف الجاي بتاعك كذا. لا والله، ده انت الميعاد الكشف بتاعك كذا. لا والله انت خلاص ما مالكش نصيب كده. طيب دي كلها من قاعدة بيانات، وبيتم ايه؟ بيتم التعامل مع قاعدة البيانات مباشرة على طول. طيب حلو قوي اهو. ده الجزء بتاع الانتيتي وكالة كاستمر. طبعا برضو سؤال في الانت في سيرتيفيكت. اول ما الانتيتي بتكريت، انت في لونج انتجر برايمري كي او ايدنتيفاير بيترمي مع الكرييت بتاع الانتيتي. الداتا تايب بتاعه لونج انتجر. هو بيقول لك ايه بقى؟ الاتش بزنس ده البيزنس ده يعتبر بيزنس كونسبت ريبريزنتد از انتيتي، يعني البيزنس بتاعك بيبقى بيتمثل في ايه؟ في شكل الانتيتي. تاني، entity data is based in database table. each new record of entity is inserted as row on the corresponding table. زيه زي التيبل اللي في السيكوال. لما بتيجي ترمي ريكورد، هو لا، هو عنده في ريكورد في اوت سيستمز، رو في التيبل. حلو كده. ريكورد، الريكورد ده خاص بمحمد، وريكورد ده خاص باحمد، ريكورد ده خاص بعلي، وهكذا. طيب، الانتيتيز ستور سيتس اوف داتا، مجموعه بيانات بتخزن في الانتيتي. عندها اتريبيوت زي الاي دي، نيم، ايميل ادرس، فون نمبر. وعندها اكشنز اللي هي الكرادز اللي احنا كنا بنتكلمين عليها قبل كده. هنخش فيها شويه. طيب حلو. بيقول لك انت اهوت اوتوماتيكالي كريت، بص، اوتوماتيكالي كرييتد يونيكلي ايدنتيفاير ذا ريكورد اون ذا انتيتي. احنا اتفقنا ان احنا هنمشي بالريكورد مش بالرو في اوت سيستم، وده اسمه ايدنتيفاير، اي دي ايدنتيفاير لونج انتجر. بيبقى يونيك. حلو. طيب، وبرايمري كي في الداتابيز العاديه بيبقى برايمري كي. السبورت ريليشنال داتابيز اوبريشن. تمام، ده بتبعته از فورين كي في الانتيتيز الثانيه يعني. حلو. الانتيتي data is stored in its attributes represent business concepts properties. ده البيزنس. ودي الاتريبيوت بتاعت البيزنس. ماشي، ماب كولوم ريبريزنتيف داتا تيبل. بيماب عندك في الكولوم رو كولوم، الرو اللي هو الريكورد، والكولوم اللي هي الايه الاتريبيوتس. ماشي. ماست هاف بيزك داتا تايب. لازم الاتريبيوتس ديت بيزك داتا تايب. حلو. مش كومباوند، بيزك داتا تايب. زي ايه؟ زي ايه البيزك داتا تايب؟ قال لك زي ايه مثلا؟ تكست. سؤال اهوت في الانترفيو. التكست اللينس بتاعه 2000، عدى ال 2000، اعمل انتيتي جديده ويبقى 1 تو ماني. حلو. الفون نمبر ده تقريبا رقم، بيبقى ليه لينس برضه از تكست. الايميل برضه نفس النظام، تكست، وفي الاول وفي الاخر تكست، وانت بتحوله بالفانكشنز. النيومريك انتجر، لونج انتجر، الانتجر، لونج انتجر، ديسيمال، كرنسي. الداتا بص، على مستوى التكست، وعلى مستوى الارقام، وعلى مستوى الديت تايم. ديت وديت تايم وديت تايم. اللوجيك بوليان، يا ترو يا فولس، بت 1 بت. اللارج اوبجكت ده الباينري ايمج، نفس النظام.
عندك ديفولت ايمج، عندك برودكت ليه ديفولت ايمج، والله تزود على كده، ما تحملش على الداتابيز، على الانتيتي مع البيزنس ديت، على الانتيتي دي اعمل انذر انتيتي وتماب 1 تو ماني. ده سؤال انترفيو برضه. ريفرنشال انتيتي ايدنتيفاير ده اللي هو الايه، الاي دي. حلو. وممكن يبقى نال ايدنتيفاير. في النال بقى ديفولت فاليوز اللي بياخدها في اوت سيستمز، تكست يبقى فاضي، او اللي هو دبل كوتيشن. في النمبر ذا تكست، فالدبل كوتيشن كذلك الايميل. الانتجر دوت كلهم برضو زيرو. الديت تايم نال ديت على طول. اللوجيك بفولس. الباينري نال باينري. الريفرنشال نال ايدنتيفاير. طيب النيمنج، لما تيجي النيمنج كونفنشن بتاع اوت سيستم، لما تيجي تستخدم مثلا، كنا قلنا المره اللي فاتت لما تيجي تكتب ايميل فهو على طول بيديتكت ان ده ايميل. الداتا تايب بتاعه يبص له الداتا تايب. بص، اما تيجي تكتب مثلا از هاز، فهو على طول بيديتكت ان ده بوليان. اكس واي زد كاونت نمبر ده كله انتجر. اماونت برايس كرنسي. طيب الديت تايم، لو انت كتبت ديت تايم او اون او انستنت، كل ده يفهم ان هو ديت تايم. لو انت كتبت ديت بس يبقى ديت تايم تايم. وهكذا. فون نمبر بايب ده بيوزر اي دي، معروف على طول يوزر اي دي. اليوزر ايدنتيفاير دي بروتكتد على مستوى الاوت سيستمز انفايرمنت، ما تقدرش انت تعدل عليها. بروتكتد. تمام. بتستخدمها بتستخدم اليوزر اي دي الانتيتي والكاراتز بتاعتها، لكن انت مش بتقدر انت تدخل تاكسس تشوف اللي جوه ايه، تشوف الاوت سيستمز اصلا هنبقى مش نبص عليه. الانتيتي ريكورد ده انتيتي، من لو انت كتبت انتيتي مثلا، لو انت بترمي ريكورد في الداتابيز، خدت بيانات العميل وعايز ترميها تعمل لها انزرت، بتاخد ريكورد من نوع ريكورد. فانت لو انت كتبت كده هو على طول بيديتكت. لو كتبت مثلا انتيتيز، فهو بيفتكر فاكتوريز مثلا، كاستمرز، وبيبقى ليست. ليست ده مجموعة من البيانات لهم نفس الداتا تايب. طيب تمام. هو دي الكراد اوبريتور، تعال نتكلم عليها بقى. كراد اللي هو الكرييت اور كرييت، ريتريف، ابديت، ديليت. كرييت اور ابديت. انت عندك كرييت كاستمر، وريتريف جيت كاستمر، وابديت كاستمر، ديليت كاستمر. طب انت كرييت وكرييتور ابديت، ايه الفرق؟ كرييت كرييت ده بيرمي از فور، لو انت عندك اي دي على طول بيبقى نال ايدنتيفاير، وهو بيتكريت بيبقى اوتو انكريمنت. طيب حلو. كرييت اور ابديت، والله انا لو عندي الاي دي من الابديت، ما عنديش الاي دي بيزد على الاي دي. لو ما عنديش الاي دي يا ريس يبقى خلاص كرييت. فالكرييت اور ابديت دي اتنين في بعض. الابديت تعمل ابديت، هي موجود عنده في الداتابيز بس بيعمل لها ابديت للبيانات دي. مثلا عندي اسم احمد وسنه احمد مثلا، والايميل بتاعه احمد ايميل دوت كوم، والادرس القاهره، والفون نمبر 10 20 30. فهو حب يغير الادرس، فلا مثلا اي حاجه تانية، خلاص يعمل ابديت. فلا انت عندك بقى ايه، لما يجي في الاول خالص يكرييت، يرمي ريكورد بيانات في الداتابيز لاول مره. بس في عندك حاجه اسمها كرييت اور ابديت بيزد على الايه، اي دي اللي داخل. لو نال انتفار يبقى انت داخل تكرييت، هترمي نيو ريكورد. لو انت مش معاك الاي دي اوريدي، فانت داخل تعمل ايه، تابديت. فكرييت ابديت، كرييت اور ابديت هي دي. جيت الكاستمر انا عايز ده عشان اعمل عليه ابديت. ده هات لي البيانات بتاع مثلا الموظف ده. طيب حلو. جيت فور ابديت. جيت فور ابديت دي بتعمل ايه؟ انا بتاكد ان الريكوست الحالي هو الكرنتلي اللي انا شغال عليه. اي حد تاني هيفتح الريكوست ده، ما حد مش هيشتغل معاه. انا جيت فور ابديت، انا عايز الريكورد ده عشان اعمل عليه ابديت. اي حد تاني ما يشتغلش عليه يبقى لوكت. طيب سؤال تاني في انترفيو، انا لما اجي اعمل كاستمر، كريت كاستمر، ودوست مثلا انزرت ودوست عمل مرتين، ايه اللي يحصل عشان ابريفنت حاجه زي كده؟ خلاص خلي الايميل ده يونيك، او خلي النيم يونيك، بحيث ان هو لو اتكريت في الداتابيز دي اجابه يعني. لو اترمى في الداتابيز مره، خلاص المره التانيه يضرب لك يطرقع معاك، يقول لك لا حاسب. وجيت كاستمر احنا قلنا اوت فور ابديت، وديليت الكاستمر عشان تديليت. طبعا احنا عندنا حاجه اسمها شوفت ديليت، تحافظ على البيانات بتاعتك وما تتمسحش، وتبين له حاجه اسمها ايه، از اكتف. يبقى هو قدامه مش شايف، هو فلتر
بالاز اكتف ايكوال ترو بس، لكن از ايكوال لان از اكتف ايكوال فولس خلاص ما يشوفهاش. كذلك الحال البيانات اللي بتبقى عندك على الموبايل، انت لما بتمسح صورة، لما بتمسح داتا، بتمسح فايل، تمسح اي حاجة، هي بتتمسح من قدامك لكن مش بتبقى ديليتد من على الموبايل بتاعك. كذلك الحال اللاب، ما تيجي تمسح حاجة، انا بقى لو عملت ديجنج عليها، حفر عميق كده باستخدام ابلكيشن او سوفت وير، بجيب البيانات دي كلها. بوصل يعني. ليه بقى؟ لان بيبقى في محتفظة بالادرس في الميموري. وبتبقى بتشاور على جاست ان انت بيعمل ايه بقى، البوينتر بيشاور على حاجات تانية لكن مش بيشاور عليها، فبتبقى موجودة اصلا. طيب تمام، ده الفيديو بتاع النهارده. خلينا نشوف كان في كويز، خلينا نبص عليه هنا كده فوق اعتقد. البيزنس كونسبت، البيزنس ده اللي هو الانتيتيز that need to store the and بص او should be modeled as entity. Which of the following mapping between out systems and database is not correct؟ ايه اللي بي اوت سيستمز وداتابيز مش كوريكت؟ الانتيتي تيبل صح، الاتريبيوت كولوم صح، الريفرنس اتريبيوت برايمري كي. واحنا كنا بنقول الريفرنس ايدنتيفاير، بس مش ريفرنس اتريبيوت، مش عارف بقى انتيتي اتريبيوت كولوم. تعال نشوف سيكونس. تمام صح. بس كده اوبس انترفير تمام. ده الفيديو بتاع اليوم، وشكرا.